قبل ما نبدأ جمد قلبك كويس، لأن اللي داخل عليه في الجزء الثالث من تيريفاير مش هزار، ده مش فيلم رعب وخلاص، ده كابوس هتحس فيه إنك أنت اللي جوه الأحداث، ومش أي حد قلبه قوي يستحمل اللي هيشوفه. اوعى تفتكر إنك شفت كل حاجة، لأن اللي جاي أصعب بكتير. يلا بينا ونبدأ الفيلم. القصة بتبدأ لما بنت صغيرة تدخل أوضة أمها وهي خايفة، وبتقولها إنها سمعة صوت غريب جاي من فوق السطح ومش قادرة تنام بسببه. الأم كانت مشغولة ومش مهتمة بكلامها قوي، وقالت لها مفيش أي صوت ولا حاجة، وطلبت منها ترجع أوضتها وتنام، وقالت لها إن ده أكيد كان حلم. البنت مصدقتش كلام أمها، وقالت لها إنها فعلا كانت سامعة الصوت وهي صاحية. فردت عليها أمها وقالت لها يمكن يكون سانتا كلوز بيجيب الهدايا. الأم راحت تكمل شغلها في المطبخ، لكن البنت لسه حاسة بالصوت، وفجأة اكتشفت إن باب البيت الرئيسي مفتوح. خافت جدا وجريت بسرعة قفلته، وبعد كده طلعت على أوضتها. بعد شوية قالت لجوزها إنها شافت الباب كان مفتوح، لكنه كان نايم وما ردش عليها وكمل نومه. زعلت البنت من تجاهله ليها، ومع مرور الوقت البنت رجعت سمعت الصوت تاني، وحاولت تصحي أخوها تومي علشان يشوف الهدايا معاها، لكنه كان نايم ومهتمش بكلامها زي أبوهم بالظبط. فجأة البنت شافت شخصية شبه سانتا كلوز واقف بعيد، لكنها للأسف معرفتش إن ده كان المهرج آرت. حاولت تهرب وتستخبى لما شافته طالع بفأس في إيده، وابتدى يتحرك ناحية أوضة تومي، وسمعنا صوت تقطيع جاي من جوه، وطبعا فهمنا ايه اللي حصل لتومي من غير ما نشوفه. المهرج بعدها دخل أوضة الأب والأم وبدأ يهاجم الأب بشكل بشع. الأم صحت من النوم على صوت التقطيع والدم، وشافت المهرج قدامها، فحاولت تهرب منه بسرعة. جريت على أوضة ابنها عشان تشوفه، لكن للأسف كانت قطع من بدري. بعدها فضلت تدور على بنتها، بس المهرج كان وراها وضربها بالفأس قبل ما تهرب، وقطع أطراف جسمها كلها، وقعد يرتاح بعد المذبحة دي وهو مبسوط باللي حصل. وفجأة سمع صوت جاي من المطبخ، فبص وشاف البنت مستخبية هناك، وخلص عليها هي كمان. هنا خلص أول مشهد في الفيلم. بعد 5 سنين من اللي حصل بنشوف ضابط وصل له بلاغ عن الملاهي اللي كانت فيها الحادثة، وكان في بلاغ عن جثة المهرج آرت اللي كان رأسه مفصول عن جسمه. الضابط طلب دعم سريع، لكن فجأة آرت قام ومسكه وقتله، وبعدها خد رأسه ومشي بيها في المترو. بعدها بنروح للمستشفى عند فيكي، وهناك ممرض اسمه بارك سمع صوت عالي وطلب من الأمن يشوفوا فيه ايه. ولما دخل الأوضة اتصدم من المنظر، وشاف فيكي مسكت رأس آرت وبياكلوا جسم الممرضة، وبعدها خلصوا عليها. وأول ما الممرض حاول يهرب شاف جثة آرت بتتحرك من غير راسه، وفيكي قدرت تقتله بكل سهولة. بعد اللي حصل آرت خد رأسه وخرج مع فيكي من المستشفى، وركبوا المترو كأن مفيش حاجة حصلت. بعد شوية دخل عليهم واحد متنكر في لبس آرت الأصلي، وكان معجب بيهم جدا وبدأ يصورهم من بعيد، لكن آرت ضحك عليه وفي الآخر قتله وخد هدومه النظيفة. وبعدها رجعوا البيت. في الحمام شفنا فيكي قاعدة قدام المراية وزعلانة جدا، وقعدت على الأرض ودخلت البانيو عشان تلملم الزجاج اللي وقع. آرت كان قاعد على الكرسي بيتفرج عليها. في اليوم اللي بعده ظهر شخص اسمه راي، وصل لمصحة نفسية عشان ياخد سينا اللي كانت قاعدة هناك الفترة الأخيرة. عرفنا انها بنت اخوه وانها هتعيش معاهم في البيت. بعد كده شفنا جابي بتستقبل سينا وفرحانة انها هتعيش معاهم. قابلت مرات عمها جيسيكا وخدت شنطتها عشان تطلع على اوضة جابي. عرفنا ان جابي بتحب القصص السحرية اللي كان بيكتبها عمها جدا. خلصوا وقتهم مع بعض ومر الوقت بسرعة وسط ضحك وحكايات، وفجأة بنشوف 2 من المشرفين بتوع المدينة جايين على بيت بعارض عشان يشوفوا حالته، لأن البيت قديم جدا وخطر انه ينهار في اي لحظة. سبنسر كان متوتر جدا لما شاف الفرن بيعدي قدامه على الارض، لكن جاك حاول يطمنه وقال له مفيش حاجة تخوفك كده. جاك فضل يحكي له حواديت مرعبة بجد، واتكلم عن سفاح خطف 10 أطفال وقفلهم جوه البيت ده، وبعدين دفن جثثهم في الجنينة، والناس كلها بتقول إن البيت مسكون بأرواح شريرة. سبنسر حس إن جاك بيهزر معاه وبيحب يزعله شوية. بعدها رجعنا لسينا اللي كانت بتحاول تفضي شنطتها، وفجأة وقفت قدام صورة ليها مع أبوها. عرفنا إن أبوها كان كاتب قصص خيال، وسينا كانت بتحبه جدا وبتطلب منه يعمل شخصيات خارقة للبنات. طلبت منه يكتب قصة عن بنت خارقة. في الوقت ده جابي كانت قاعدة بتقرأ في مذكرات أبوها،
لكن جاك أخدها منها بسرعة قبل ما تكمل وطلب منها ما تقراهاش تاني. وبعدين رجعنا لبيت المهرج، وسبنسر شاف المهرج قاعد قدامه على الكرسي، وده كان نفس المكان من حوالي 5 سنين. جاك دخل الحمام عشان يشوف الجثة بتاعته، وكان ريحة المكان وحشة جدا. قبل ما يصور اللي حصل فجأة فيكي ضربته بالزجاجة في رقبته عشان تموته. سبنسر كان لسه عايش وقرب من المهرج عشان يشوفه، لكن المهرج هاجمه، وسبنسر ثبت المهرج على الأرض بسرعة وبطريقة سريعة استخدم مهاراته عشان يقدر يقطع راسه لنصين وينهيه. بعدها رجعنا تاني لسينا اللي كانت قاعدة مع أهلها الجداد عشان تاكل حاجة، وفي اللحظة دي صاحبتها اللي ماتت في الجزء التاني اسمها سارة ظهرت لها وقالت لها إنها السبب في كل اللي حصل، وإنها اللي خدتهم للمكان بتاع المهرج اللي كان الملاهي. قالت كمان إن العلاج اللي بتاخده مش هيأثر فيها، وإنها هتفضل تطلع لها كل شوية. فجأة سينا قامت من على الأكل والكل لاحظ إنها خايفة من حاجة. في الجانب التاني شفنا جون أخو سينا قاعد في المدرسة الداخلية للكلية، ودخل على أوضة صاحبه. هنا عرف إن جون مع صاحبته، والمدرسة كلها عارفة اللي حصل مع جون والمهرج، وإن هو الوحيد اللي هرب منهم وفضل عايش. صاحبه قال له إنها شغالة في إذاعة المدرسة ومحتاجة تعمل مقابلة معاه عشان يسجل كل اللي حصل مع المهرج، لكن جون رفض خالص وقال إنه مش عايز يفكر في اللي حصل أصلا. لحد ما سينا كلمت أخوها وقالت له إنهم عند عمهم دلوقتي، وطلبت منه يقابلها في أقرب فرصة لأنها وحشاها جدا. بيبقى متحمس وفاكر إنه هيقدر ياخد يوم أجازة من المدرسة عشان يعمل اللي مخطط له. ولما بنرجع للمهرج بنشوفه بيجهز سلاح جديد مخصوص علشان يقتل الناس بطريقة مختلفة عن اللي عملها قبل كده. السلاح ده عبارة عن أنبوبة تجميد، فبيجربها على فار كان قدامه واللي بيتجمد في ثواني قدام عينيه. بعدها بيكسر الأنبوبة بسهولة عشان يخلص عليه بسرعة، وبيرمي على الفيران اللي معاه في المكان. بعدها بيطلع للشارع عشان يجرب السلاح على حد، وبيشوف واحد متنكر في هدوم بابا نويل سانتا كلوز قاعد في بار. الراجل ده عاوز يسرق هدوم بابا نويل عشان يكمل جرايمه بيها، وصاحب البار مستغرب جدا من اللي بيحصل. صاحب البار بيسأل أرت عن اللي في الكيس بتاعه، وأرت بيطلع منها زمارة، وبعدين بيبدأ يزعق في أبوهم، وكمان بيركز إن سينا هي الوحيدة اللي بتحب المهرج، لكنه ما يعرفش إيه اللي ممكن يحصل معاه قريب. بعد شوية بتنزل المشاريف على المكان، وصاحب البار بيسأل أرت عن هويته عشان يتأكد إنه تعدى السن القانوني، وبيشوف بطاقة باسم جاكسون، وبنكتشف إن دي بطاقة المشرف اللي فيكي خلص عليه في الحمام. فجأة بيتف المشروب على بابا نويل، وارت بيتعصب جدا. صاحب البار بيحاول يطرده بالكيس بتاعه، لكن ارت بيضربه بالمسدس اللي معاه ويقتله بسهولة، وبعدين بيقتل الشخص التاني اللي كان معاهم. بابا نويل بيعتذر لارت عن اللي عملوا له قبل كده، وبعدها بيربطوه على كرسي وهو عريان. بيرتدي هدوم بابا نويل زي ما كان عايز من الأول، وبيطلع جهاز التجميد بتاعه عشان يجمد رجله. بيحاول يكسرها بالشكوش اللي معاه، وارت مبسوط جدا بالحاجة دي، وبعدها بيجمد باقي جسمه، وباقي القصة معروفة. في أوضة تانية جيسيكا قاعدة مع ري وبيتكلموا عن سينا. ري بيقول لجيسيكا إن سينا كان لازم تفضل في المصحة أكتر لأنها مش جاهزة تقعد معاهم دلوقتي. جيسيكا بتحاول تفهمه إن سينا هتتعالج بسرعة عشان بتاخد أدويتها في ميعادها، وبكرة ناويين يحتفلوا بالكريسماس مع بعض. بالليل بنشوف جابي مع سينا في المول بيجهزوا هدومهم، وفجأة بيعدي قدامهم واحد لابس هدوم بابا نويل وبيديها إشارة بإيده المليانة دم. سينا بتحس إن ده أرت المهرج وبتكون خايفة جدا منه. بعدها بنرجع لجون أخو سينا اللي قاعد معاه بعد ما خلصت مع جابي. سينا بتطلب منه يجي معاهم البيت عشان يحتفلوا سوا، بس جون بيقول لها إنه مش هيقدر يجي بسبب حفلة في الكلية. وقت ما صاحبته بتدخل عليهم بتفرح إن سينا موجودة مع أخوها، وبتقول لازم تعمل مقابلة معاهم عشان تسجل كل اللي حصل مع المهرج.
لكن في الوقت ده بتكلم سينا بشكل قاسي وبتعصب عليها وبتقولها إنها مش عارفة تعيش حياتها بسبب المهرج واللي حصل معاها، وإنها ما عندهاش أي رحمة. لما بتقوم من مكانها جون بيروح وراها ويسألها عن سبب العصبية دي. بتقوله إنها شافت المهرج النهاردة في المول، وبتأكد له ده مش ممكن، خصوصا إنه في الجزء التاني اتقطعت راسه. سينا بتقول لجون إنها متأكدة من اللي شافته، وإن إيرت كان لابس هدوم بابا نويل. وبعدين بيكتشفوا إن لازم يخلصوا على فيكي كمان، لأنها اتحولت زي المهرج بالظبط وبقت بتقتل الناس أكتر. فيكي كانت بتبعت لها رسائل لما كانت في المصحة، وبتقول إن الشياطين بتدخل عالمنا عن طريق الشخص المتوفي، بس مش أي حد بيقدر يحصل له كده. بنفهم إزاي آرت رجع للحياة رغم ان راسه اتقطعت، وبتقول لهم ان لازم يخلصوا على المهرج وفيكي بالسيف السحري، وبيقولوا لهم لازم يرجعوا الملاهي عشان يدوروا عليهم ويقتلوا فيكي مع المهرج. جون بيكون خايف جدا من الفكرة دي. وبعدين بنرجع تاني للمهرج اللي بيدخل مول الاطفال وبيقعد مكان بابا نويل اللي مات، بيجمع حواليه كل الاطفال، والامن بيكون واخد باله انه مش بابا نويل الحقيقي. وفي اللحظة اللي طفل منهم فتح هديته اللي خدها من المهرج وقع على الأرض، اتضح إن الهدية كانت قنبلة، والنتيجة كانت كارثية والناس مش مصدقة اللي حصل. الوقت ده قدام عينيهم جون كان مرعوب جدا ومش قادر يسيب أوضته سايبة. كان بيكسر في كل حاجة حوالينه لأنه لسه مش مصدق إن المهرج عايش. في نفس الوقت بالليل سينا بتوصل تاني لبيت عمها وبتحاول تحط هدية جابي على شجرة الكريسماس، لكن جابي بتقبض عليها بسهولة وبتسألها عن الطين اللي كان على ايديها، وكانت مستغربة ازاي حصل كده. سينا بتقول لها انها وقعت على الارض من شوية والطين دخل عليها، علشان كده ايديها مش نظيفة، وبتجري تغسلها في الحمام بسرعة. لما سينا بتطلع تاني المطبخ بتلاقي جيسيكا مشغولة بتجهيز الأكل وبتستهبل مع جابي، عارفة إن الأكل مش على مزاج سينا خالص. جابي بتقول لجيسيكا إنها قرت المذكرات بتاعت سينا، فبتطلب منها تتكلم معاه في الأوضة على انفراد. هنا بتقول لجابي إنها عملت غلطة كبيرة، وجابي بتعترف إنها فعلا قرت المذكرات كلها لأنها كانت عايزة تعرف قصة المهرج واللي حصل مع سينا، خصوصا إنها لسه عايشة. في الآخر جابي بتطلب من سينا تسامحها على الفضول ده، وسينا بتطلب منها ما تقولش لحد عن اللي قريته. في ناحية تانية آرت بيجي كلية جون وبيلمح ان الحفلة بدأت في المكان. لما بيقرب من أوضة مية وصاحبها كول بيسمع مية وهي بتتكلم عن المهرج، وبتقول انها عايزة تعمل مقابلة مع سينا او جون عشان تسألهم عن احساسهم لما شافوا المهرج في وجوههم. آرت بيسمع كل الكلام من بره ومية مش عارفة انها هتشوفه قريب. بعدها بنرجع لسينا في بيت عمها وبتسمع الأخبار عن الانفجار اللي حصل في المول واللي فيه حوالي 11 طفل ماتوا. سينا بتكون قلقة جدا على أخوها وبتتأكد إن المهرج فعلا لسه عايش وإنه أكيد السبب في اللي حصل، خصوصا إنها شافته في نفس المول اللي اتفجر. في نفس الوقت الناس بتتكلم والكل متفق إن الشخص اللي عمل الانفجار كان متنكر في هدوم بابا نويل. سينا بتكون مرعوبة على جون اللي في الكلية وبتطلب منهم يتصلوا بيه بسرعة عشان يبقى معاهم في البيت بعيد عن المهرج. عمها بيحاول يتصل بيه وبيقولها ان جون محتاج يشوفها دلوقتي، وبيوعد انه هيعدي عليه في الكلية وياخده معاه. سينا بتاخد الموبايل وتتصل بيه بنفسها وبتعرفه ان المهرج فعلا لسه عايش. بعدها بتخرج عمها من البيت وجيسيكا بتقوله ان سينا اخدت مهدئ عشان تهدى، وانه كان عنده حق من الاول انها لازم تفضل في المصحة اكتر. في الحمام بنشوف آرت المهرج بيقرب من البنت وصاحبها وبيكسر الزجاج عليهم وبيقطع فيهم بطريقة وحشية جدا عشان يوقفهم عن النجاسة اللي هم بيعملوها. لما بيقتلهم كلهم بيرمي نفسه وسط الدم وهو مبسوط باللي عمله. في الكلية ريب يجي ياخد جون وبنكتشف ان الشخص اللي معاهم مش جون اصلا، لكن هو المهرج آرت اللي متخفي مكانه. وفي نفس الوقت سينا بتحلم بأبوها اللي مات وبيقول لها عن الصورة اللي رسمها ليها، البطلة الخارقة اللي معاها سيف سحري يقدر يقتل اي حد شرير. في الاخر بتصحى من النوم وبتسمع اصوات كتير جاية من المطبخ. سينا كانت بتفكر طول الوقت اذا كان اخوها جون وصل اخيرا ولا لا،
وبعدين نزلت بسرعة عشان تلاقيه. فجأة قدامها فيكي بتصورها وهي لابسة هدوم المهرج وبقت شبهه تماما وبتضحك في وشها بشكل مخيف. سينا حاولت تهرب منهم بسرعة، لكن المهرج رجعها بكل سهولة، وقعها على الأرض وضربها جامد في دماغها ففقدت الوعي. لما صحيت تاني لقيت نفسها مربوطة في كرسي، قدامها مراها عمها جيسيكا مربوطة برضه، وفيكي بتستمر تصورهم. بنعرف إن روستري كانت معلقة على شجرة الكريسماس، وجيسيكا بتصرخ وتسأل المهرج إيه اللي حصل لبنتها، لكنه رد عليها بوحشية وحط رأس بنتها اللي كانت في القفص مع الفيران. جيسيكا اتأذت جدا، والمهرج قرر يحط الفار في بطنها عن طريق أنبوبة كبيرة، والموت كان ببطء وبطريقة بشعة. بعد كده المهرج راح لسينا وقال لها إنها هتموت برضه، بس لازم تتعذب الأول. بعدها جابوا جابي على الصالة ولقينا إنها لسه عايشة. فيكي قالت لجابي إنها السبب في موت الناس اللي حواليها، وكمان الجمجمة اللي كانت في النص كانت رأس أخوها. حطت لجابي نظارة، وقبل ما يخلصوا على سينا جابي طلبت يشوفوا هدية سينا. المهرج ساب الهداية في وش فيكي، ولما فتحتها لقت السيف السحري اللي سابه أبوها. جابي سألت سينا إذا كانت عجبتها الهدية، وسينا ردت إنها أحسن حاجة دلوقتي وإنها هتقدر تقتل بيها المهرج. بعد كده سينا قطعت راس فيكي، وطلعت الجابي إنها لسه عايشة وإنها عرفت عن السيف من المذكرات بتاعتها. قبل ما يكملوا بنعرف إن المهرج لسه عايش ورجع يهجم على سينا، لكنها دافعت عن نفسها بالسيف بسرعة. بدأت مطاردة عنيفة بينهم لحد ما ضربته بالسيف في بطنه عشان تخلص عليه نهائيا. وقتها فتحت باب بوابة الجحيم عشان تقع فيه، لكن للأسف جابي هي اللي وقعت في البوابة بدل المهرج، وطلبت من سينا تسيب المهرج وتلحقها. المهرج اختفى من المكان، وده معناه انه هرب عشان يكمل في سلسلة جرايمه. بيركب الاتوبيس والفيلم بيخلص هنا. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتدينا لايك عشان نعرف انكم حابين المحتوى، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم.